شرع لنا بعد رمضان عبادات أخرى، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وقد ذكر الشراح أن الحسنة ب10 أمثالها، فإذا صام رمضان فكأنما صام 10 أشهر، وإذا صام 6 من شوال فكأنما صام 60 يوما، يعني شهرين، فكأنما صام الدهر كله. ولنا في ذلك عدد من الأحكام. من ذلك أيها المسلمون أنه ينبغي لمن أراد أن يصوم 6 من شوال أن لا يصومها حتى يكمل ما عليه من أيام رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال. فإذا صمت 6 شوال وأنت لا يزال عليك أيام من رمضان لم تقضيها، أفطرتها لعذر، فإنك تكون إذا صمت 6 من شوال لم تصم رمضان بعد، قد نقص عليك 3 أيام أو 4، فأتم ما عليك من شهر رمضان، اقضه، ثم بعد ذلك ابدأ في صيام 6 من شوال. واستثنى بعض أهل العلم المرأة التي يكون عليها عذر قد لا تستطيع أن تجمع ما بين قضاء رمضان وما بين صيام ال6، فقد يكون أفطرت بعذر يخص المرأة في رمضان، عذر يمتد إلى 7 أيام أو 10 أيام، وهي تريد أن تصوم أيضا 6 من شوال مع انشغالها بزوجها وأبنائها وحقوقهم، فاستثنوا أنه يجوز لها أن تصوم ال6 ثم تقضي بعد ذلك ما تقضيه من رمضان على حسب ما يتيسر لها. أما من كان قادرا على القضاء أو كانت الأيام قليلة فينبغي أن يقضي ما عليه من رمضان ثم بعد ذلك يصوم 6 من شوال. وذكروا أيضا من أحكامها الفقهية أن الصوم النافلة عموما يجوز للمرء أن ينويه في نصف النهار، بمعنى أنك لو استيقظت في يوم من الأيام مثلا في 11:10 قبل الظهر في يوم خميس أو يوم